جوجل جمعت ما بين الفايربيس كونسول تول زي الهوستنج والداتابيس والاثنتيكيشن وغيرها، وبين البروجكت اكس وده كان اونلاين اي دي اي، وضافت عليهم جيميناي وطلعت لنا افضل واذكى اي اي اونلاين بلاتفورم باسم فايربيس ستوديو. في الفيديو ده هنتكلم عن فايربيس ستوديو بطريقه مختلفه شويه، هنعمل بيه فول ستاك ابلكيشن حقيقي وهنربطه بداتابيس وهنعمل يوزر اثنتيكيشن، وكل ده هيكون اونلاين بجيميناي 2.5 مع فايربيس كونسول على الفايربيس ستوديو. وكمان هنسحب كود البروجكت بالكامل ونرفعه على جيت ريبو وننزله لوكال ونعدل عليه. الفيديو فيه معلومات كتيره ما اعتقدش شرحت قبل كده للفايربيس ستوديو، لو مهتم خليك معانا للنهايه. المميز في الفايربيس ستوديو ان هو جاي من شركه قويه زي جوجل. الشركه دي عندها جيميناي اي اي، وعندها الفايربيس كونسول، مجموعه تولز وسولوشنز وحلول بيستخدمها السوفت وير انجينير ان هو يبيلد ابلكيشن كامل، سواء كان عايز يعمل هوستنج، لو عايز يتعامل مع الداتابيس، لو عايز يتعامل مع ريل تايم نوتيفيكيشن، لو عايز يتعامل مع ريل تايم داتا، عايز يتعامل باوثنتيكيشن. فهي عندها مجموعه ادوات ضخمه جدا وكبيره جدا مع الجيميناي، مع طبعا ظهور الفايربيس ستوديو، فجمعت الكلام ده كله في زي اونلاين اي دي اي تساعدك ان انت بسهوله، مش مجرد يكون اي دي اي يساعدك ان انت تكتب كود، لا ده انت هتكتب كود وانتجريت كمان تربطه مع، تقدر تعمل له هوستنج بسهوله، تقدر تربطه مع داتابيس، تقدر تربطه مع اثنتيكيشن لاير وهكذا. وهي دي فكره الفيديو، ان احنا هناخد الفيديو بشكل مختلف شويه. مش هنتكلم على الفايربيس ستوديو ان هو اي دي اي بيساعدك ان انت تكتب كود بس، لا ده هناخد في الفيديو مثال عملي ان انا ازاي اقدر اطبق او اعمل فول ستاك ابلكيشن بجد. ابلكيشن هيكتبه لي الفايربيس ستوديو، وهقدر اربطه مع الفايربيس كونسول داتابيس حقيقيه اليوزر يتسجل بياناته فيها، ويقدر يعمل، يبقى اوثنتيكيتد، يقدر يعمل لوجن عن طريق الفايربيس اوثنتيكيشن. فهنشوف الكلام ده ممكن يتعمل بالفايربيس ستوديو ولا لا. هنا في اللاندنج بيج للفايربيس ستوديو كاتبين جمله انا شايفها محترمه جدا وكويسه جدا، اللي هي دي بلاتفورم تو سبورت يو، هو جاي عشان يساعدك. الناس اللي خافت من الهايب بتاعت الاي اي ان الاي اي جاي ياخد مكانك او هيعمل لك ريبليس، لا الاي اي مش هيعمل ريبليس. الاي اي جاي عشان يساعد، جاي عشان يسهل لك عمليه كتابه الكود، جاي عشان يسبيد اب او يسرع عمليه كتابه الكود، جاي عشان انت ترمي عليه التاسكات البسيطه وهتراجع وراه. طبعا امتى ياخد مكانك؟ لو انت مش فاهم، اكيد طبعا هياخد مكانك، ومش الاي اي بس، لو انت مش فاهم اي حد ممكن ياخد مكانك. فخوفك من الاي اي مش في محله، دي حاجه مش مظبوطه. الاي اي جاي عشان يساعد ويسهل، مش جاي عشان ياخد مكانك. تمام. فمش هنطول، بس مش هناخد وقت كبير في موضوع الكونسول، التولز بتاعت جوجل. هندخل على طول على الفايربيس ستوديو. هدخل هنا على جيت ستارتد، لازم طبعا تكون اوثنتيكيتد. ودي اللاندنج بيج بتاعت الفايربيس ستوديو، شكلها بسيط جدا بس وراها في بلاوي. يعني هنا عندنا نوعين من التعامل مع الاي اي ستوديو، النوع الاول اللي هو البروتوتايب، والنوع الثاني ان انا ستارت كودنج على طول. تمام. طيب النوع الاول البروتوتايب ده هو عباره عن برومت، بكتب له اللي انا عايزه وخلاص، وبدوس انتر بيدخلني على الجيميناي، يساعدني طبعا ان هو يكتب لي الابلكيشن. النوع الثاني ادفانسد شويه او متقدم، ده هيحتاجه الشخص اللي فاهم كودنج. هو عباره عن ان انا اما ابدا نيو ورك سبيس، ولو دخلت عليها هيجيب لي بقى، لو انا عايز ويب هيجيب لي اختار الستاك اللي انا عايز استخدمه، انجلر ولا لينكس جي اس ولا استرو، لو انا باك اند عايز اتعامل بجولانج ولا بايثون فلاسك، لو عايز اكريت اي بي اي، جافا مثلا، سبرينج بوت ونوت جي اس ولارافيل وهكذا. الموبايل لو انا عايز اتعامل مثلا بفلاتر ولا رياكت نيتيف اكسبو ولا رياكت وهكذا. ده بالنسبه للتمبلت. هو بيكريت لي تمبلت جاهز كستارت اب، كاني كده الشباب اللي اشتغلوا مثلا بالنيكد جي اس او رياكت، اللي هو كرييت رياكت اب او كرييت نيكد جي اس اب، بيعمل لك انستول للفريم ورك او الباكج دي كستارت اب فاضيه، بتخش انت بقى ايه تكتب فيها الفايلز بتاعتك وتكتب فيها الكود بتاعك. ده التمبلت. او ان انا في اوبشن تاني ان انا امبورت بروجكت عندي في جيت ريبو، يعني لو انت مكريت اوريدي بروجكت تقدر بسهوله تعمل له امبورت هنا، هتحط الجيت يو ار ال وهو بيعمل لك كلون او بيسحب البروجكت ده ويفتحه لك في الاي دي ويبدا ان هو يساعدك. جميل. الحاجه الثالثه برضو ان انا اقدر من هنا على طول دايركت ادوس كليك هيوديني نفس الموضوع اللي هو الورك سبيس. خلينا ناخد اول مثال ان هو البرومبت. فالبرومبت هنا هديله مثلا مثال بسيط، انا كاتب السنيبت كلها عشان ايه وقت الفيديو ما يضيعش على الفاضي، يعني خلي وقت الفيديو للحاجات المفيده. هقول له هنا انا عايز سامبل كنبه بورد
مع تو دو with تو دو. التو دو ده هيكون بلاك كلر، وان بروجرس هيكون بلو كلر، والدان هيكون جرين كلر. ده البرومبت، وده اللي هو اغلبنا بيستخدمه في الاي اي ايجنت، ان كريت لي كذا وخلاص. هذا برومبت. هدوس بروتوتايب. هنا البروتوتايب جاب لي ان هو اوكي اي ويل هير از ا بلان فور هاو وي ويل بروتوتايب ذيس اب. هيعمل بروتوتايب للاب الاول، هيكتب لي الستبس، وهيقسم لي الابلكيشن بتاعي زي اللي أنا طلبته منه. فهنا حط لي الفيتشرز بتاعت الابلكيشن. هيكريت بورد ديسبلاي، هيديسبلاي فيها الكامبان بورد مع التو دو ان بروجرس. هيحط تاسك كرييشن، ينيبل اليوزر دراج اند دروب، ويعمل اديت للتاسك. وفي لوكال ستورج طبعا عشان الداتا تكون بيرسيست. ودي الكالرز اللي هو هيستخدمها. جميل. وهيعمل اللاي اوت كلين ومينيمال، والايكونوجرافي هيستعمل سمبل ايكونز، والانيميشن. فدي فيتشر كويسه، دي ميزه كويسه ان هو بيقول لي قبل ما يشتغل هو هيعمل ايه. عمل بريك داون للطلبات اللي انا طلبتها منه بخطوات. هعمل لك 1 2 3 4 وشوف اللي انت عايزه. جميل. هقول له بروتوتايب ذيس اب. هنا بروتوتايب ذيس اب بدا ان هو يشتغل. كريت لي ام دي فايل في الاول، وبعد كده بدا يكريت ايه. طبعا ده نيكست جي اس ابلكيشن بيج. انا ملاحظ ان هو سريع، يعني انا مش ملاحق اقرا اللي هو بيعمله. سريع جدا مقارنه طبعا بالفيديوهات اللي عملناها على الاي اي ديز قبل كده. انا شايف ان هو سريع جدا. ده البروتوتايب مود. هنا كريت، يعني كريت 1 2 3 4، كريت 4 فايلات، ودلوقتي في الستيت اللي هو بيشيك على فيه ايرورز ولا لا. واضح هنا ان هو كان بيدلت حاجات وبيضيف حاجات. هنا اوتو فيكس، كان في 1 ايرور لقاه بيعمل له فيكس. هو هنا خلص، ولما خلص شال لي الايديت مود او الكود مود، وفتح لي هنا براوزر كمان. يعني هو الموضوع هو اول ان وان، الموضوع كله اونلاين. اونلاين اديتور، اونلاين اي دي اي، اونلاين براوزر كمان. وهنا عندي طبعا ده الجيميناي هنا اللي انا اقدر اكتب اكمل تاني لو عايز اعدل. ودي الستبس اللي هو اخدها، ودي الحاجات اللي هو عملها الفايلز. تمام. وده البراوزر، بس طبعا هنا ضارب import html5 باك اند فروم كذا. طيب، لا هنا في ايرور اوتوماتيك عمل له ديتكت. اوكي يلا فيكس الايرور ده. فتح لي هنا الصفحه اللي بيأديت عليها في النص. فبقى عندي براوزر، بقى عندي الاديتور، وبقى عندي هنا طبعا الاي اي. اوكي كده المفروض ان هو غير وعدل. وموضوع اليوز كلاينت اللي فوق في الكومبوننت دي ما شفت يعني. استعملنا اي دي قبل كده، كنا بنجربه بنعمله تيست، كان دايما بيقع بيفيل في الحته دي. ان هي الريكت جي اس الكومبوننتس كلها سيرفر سايد كومبوننت. لما يجي يتعامل مع الستيت او كده، فلازم يمارك الكومبوننت ده ان هو يوز كلاينت. بس جيميناي واضح ان هو سمارت، هو ذكي وقدر يجيبها. في نفس الايرور برضو، هو اخد لفته ورجع لنا نفس الحاجه. هقول له فيكس ايرور. هو المره الاولى ما عدلش طبعا على الباكجز. المره الثانيه واضح ان هو هنا عمل انستول لباكج اللي هي رياكت دي ان اتش تي ام ال 5 باك اند. اوكي خلص الكلام ده كله ورجعنا اوتو فيكس 1 ايرور. بس برضو انا عندي هنا ايه، في ايرور، في مشكله كبيره. امبورت هنا ران تايم ايرور، عندي مشكله هنا. تمام. طيب اوكي. انترنال سيرفر، خليني اخد دي كده كوبي. اوكي نايس، خلص هو عملها. وهنا واضح عمل كمان يو اي كلين، يعني شكل اليو اي محترم جدا. وعمل لي 3 كولوم، وحط لي سامبل داتا، حط لي كمان تاسكات اقدر اشوفها. هنشوف الدراج اند دروب، والدراج اند دروب شغال. لو جيت للدان هنا احط دي دان. جميل. اجي هنا الان بروجرس اقدر ان انا اعدل عليها ongoing task updated. اوكي. وهنا الديسكريبشن updated مثلا update task. جميل. هاجي في التو دو اضيف نيو تاسك هنا. ده مش شغال اللي تحت، اللي فوق. اوكي ادي كده تايتل، هقول له تو دو تاسك. تمام. دامي اي حاجه.
اتضافت هنا في التو دو، ممكن اعمل لدي مثلا ديليت، شكلها كلين جدا وكويس جدا. طيب ده بالنسبه للبروتوتايب. عندي هنا ببلش، ان انا خلاص اعمل ببلش للابلكيشن ده لو عجبني على يو ار ال. طبعا ده هيستخدم الهوست بتاعت الفاير بيس كونسول. جميل. وعندي هنا ده سويتش تو كود، انا عندي ده البروتوتايب مود. لو عملت سويتش تو كود هنا هيلود وهيفتح لي ده بروجكت اكس بتاع مايكروسوفت. مايكروسوفت كان عندها اديتور اسمه بروجكت اكس، ده كان كلوند من في اس كود. فلما عملت سويتش على الكود مود فتح لي الاونلاين اديتور، هو البروجكت اكس بتاعهم اللي هو الفي اس كود فيرجن يعتبر كلوند. ففتح لي هنا الكود وجاب لي هنا برضو جيميناي وجاب لي هنا ايه الويب. فبقى عندي الثلاثه فيرجن، بس ده طبعا كود كامل اقدر ان انا انافيجيت وافتح البيجز اللي انا عايزها او الكومبوننت، كانت كومبوننت جديد اعدل على اي حاجه. جميل. فاقدر ايه طبعا بسهوله ان انا ايه اعدل على اللي انا عايزه. طيب هنيجي هنا خلينا نجيب الكود ده نعمل كولابس دي شويه. وعندي هنا في الايكون دي لو دوست عليها كليك هلاقي هنا ان ميك بريفيو بابليك. لو دوست عليها كليك اوكي سويتش تو بابليك، دي هتتحول لكره ارضيه. اقدر اخد كوبي ده اللينك ده وافتحه كده بقى ايه بابليك اكسس، بقى دي التو دو ابلكيشن بقى خلاص ايه يقدر اي حد يفتحه من اليو ار ال. جميل. طيب عندي حاجه كمان، يعني خليني ارجع تاني للبروتوتايب مود. فاللينك ده ممكن اي حد يقدر ياكسسه ويتعامل بيه عادي، يضيف نيو تاسك. طبعا ده مش شغال، ممكن نقول له شغل لنا الزرار ده. اوكي هاجي هنا هضيف تاسك تانية نيو تاسك مثلا، وهنا ايه ناخد ده كده كوبي بيست اتضافت. فبرضو الفيرجن اللي هو البابليك شغال ايه ما فيهوش اي مشكله. نايس. طيب هنرجع هنا، خليني طبعا اشفت مره تانية ارجع للكود وبعدين ارجع مره تانية للسويتش للبروتوتايب. طيب خليني ارجع تاني للفاير بيس ستوديو. انا هنا عندي الابلكيشن نزل في الورك سبيس، ده الابلكيشن اللي احنا عملناه. هدوس عليه كليك مره تانية. جميل. ده هنا ايه البروتوتايب مود. جميل. انا هنا الايكون دي خلاص انا بستخدمها ان انا اما بعمل بابليك لليو ار ال، او ان انا اقدر بالموبايل اسكان الكيو ار كود ده هيفتح لي لينك ادوس عليه كليك لو عايز اتست الديزاين بتاعي هل هو ريسبونسيف ولا لا. جميل. عندي هنا فيتشر تانية هنا دي اسمها سيلكت، زي الانسبكتور بتاع البراوزر. لو دوست عليها كليك ممكن بسهوله اجي هنا مثلا على اي كومبوننت، على ده مثلا او ده. اوكي خليني مثلا ادوس كليك على ده واقول له هنا، انا بدل ما اكتب في البرومبت واقول له اعمل لي كذا، انا هنا خلاص بقى انسبكت اي اليمنت اللي انا عايزه، وهقول له هنا ايه add border to each card. اوكي انتر. فانا دي السلكت او الانسبكتور بقدر اسلكت منها اي اليمنت او اي ايتم جوه اليو اي عندي، وبيفتح لي زي ميني اي اي اسيستنت كده بكتب فيها اللي انا عايزه وخلاص. هو ما عملهاش قوي بس اتس اوكي، يعني ممكن لو قررنا معاه مره تانية يظبطها. بس انا مش عايز يعني مش عايز اضيع الليميت بتاعي عشان ناخد المثال التاني بقى اللي هو ايه الفول ستاك ابلكيشن. تمام. طيب عندي هنا برضو حاجه ظريفه اسمها انوتيت. الانوتيت دي كان في تول، التول دي كان اسمها كلاي درور غالبا. تمام. فهنا اخد لي سناب شوت من الديزاين، واقدر ان انا مثلا اسلكت حاجه واحط اسهم. يعني هنا مثلا هاخد ده احط سهم على السكشن ده كده. تمام. وممكن اكتب هنا اي حاجه، يعني اعمل هنا اقول له add borders to each column. تمام. واقول له هنا ايه send drawing. فاخد سناب شوت، اخد صوره منها بالاسهم بالحاجات اللي انا عملت لها مارك، وهنشوف هل هو ذكي هيقدر يقرا الكلام ده ويقدر يترجمه ولا لا. نايس. فهنا قدر يقراها من الصوره من السناب شوت اللي اتاخدت وبدا ان هو ايه. فدلوقتي انا بقى عندي اما اعمل بابليك لليو ار ال، او طبعا اسلكت كومبوننت واعدل عليه، او ان انا بسلكت بالسناب شوت اللي هو موضوع الكلي او الكالي، غالبا اسمها كالي درور او حاجه زي كده، تول اعمل لها انتجريت. بسلكت الايتم اللي انا عايزه او الحاجه اللي انا عايزها وبقول له بدي له امر معين ينفذه. ده الاول. طيب اللي هو ايه البروتوتايب. خلونا ندلت البروجكت ده عشان برضو لو بياخد من الليميت انا ما اعرفش بياخد ولا لا. اقول له هنا ديليت
ونيجي بقى للمثال اللي احنا عايزينه اللي هو فول ستاك ابلكيشن مربوط مع اوثنتيكيشن وداتابيس والكلام ده كله. هاجي هنا اختار مثلا كرييت نيكست جي اس اب، هسميه داشبورد وهخليه تايب سكريبت زي ما هو وتيل ويند مفيش اي مشكله. كرييت. هنا دخلني على البروجكت اكس اللي هو الاي دي اللي هم كانوا عاملينه، ده اونلاين اديتور فوركد من فيس كود، وفتح لي طبعا نيكست جي اس ابلكيشن هنا. ده مختلف على البروتوتايبر مود، البروتوتايبر مود ما كانش فيه الاكس الاي دي اونلاين كده. فخلينا نشوف هو هيعمل ايه. بيعمل هنا انستول للباكجز كلها. وفتح لي هنا الويب وفتح لي هنا جيميناي. جميل. هنا ويب خلاص، ده كده الريكس جي اس ابلكيشن دي اللاندنج بيج بتاعته. وهنا الجيميناي ده شغال كويس. طيب خليني من هنا احول لجيميناي 5. هيطلب مني الاي بي اي كي، هدوس كليك على دي هيدخلني على الاي اي ستوديو. خليني بس الاول ايه، اوكي ماشي، ممكن من هنا جنريت اي بي اي كي، ناخد اي ابلكيشن ماشي جيميناي اي بي اي كي مثلا. اوكي وهقول له هنا جنريت كوبي، وهاجي هنا احط الاي بي اي كي هنا. تمام، وهغير ايه للبرومبت ده. تمام. طيب دينا كده اول حاجه. الحاجه الثانيه هنخش على الفاير بيس كونسول، هكريت ابلكيشن هنسميه اي حاجه مثلا برضو الداشبورد. جميل. هقول له هنا كونتينيو enable جيميناي اوكي، وهاجي هنا هديسيبل اناليتكس وكريت البروجكت. فهنا انا عايز بقى اربط الفاير بيس ستوديو بالفاير بيس كونسول تولز زي الاثنتيكيشن والداتابيس. فكريت ابلكيشن على الكونسول وكريت ابلكيشن على الاستوديو. الاستوديو ده هيكون فيه الكود وهيكون فيه اللوجيك، وهنستعمل الاي اي جيميناي اي اي ايجنت ان هو يساعدنا في كتابه الكود ويربط مع الفاير بيس كونسول، الابلكيشن الموجود في الفاير بيس كونسول. هنا الابلكيشن اتكريت، هدخل على البيلد وبعدين authentication. انا عايز authentication منه، هقول له هنا get started وهقفل جيميناي اللي هنا ملهاش لازمه. في الاثنتيكيشن هنا اللي اتعامل بالفاير بيس كونسول في طبعا اكتر من بروفايدر عندي هنا، يقدر يعمل اثنتيكيت لوجن باليوزر نيم الباسورد او بالايميل او بالتليفون او بجوجل مثلا او بالفيسبوك. تمام. وفي هنا طبعا سامل والاوبن اي دي، بس دي غالبا بيد لازم ندفع لها فلوس. او يقدر يعمل لوجن بالجيت هاب. خليني اعمل لوجن بالايميل والباسورد. تمام. هقول له هنا انيبل وهسيب دي اللي هو ايه الايميل لينك للساين. تمام. هنا بقت دي انيبلد، هخش على اليوزرز هكريت اول يوزر وهو الادمن. اقول له هنا ادمن ات داشبورد دوت اي اي، ودي الباسورد بتاعته هي. جميل. فانا هنا الاثنتيكيشن خلاص فعلت التول الخاصه بالاثنتيكيشن. هاجي بقى كاري الداتابيس عشان اربط. انا محتاج اليوزر ده يكون عنده اتريبيوتس تانية زي النيم مثلا، زي الرول بتاعته، والاتريبيوتس دي مش هتضاف هنا، انا ده خاص بالاثنتيكيشن. هكريت الاتريبيوتس بتاعت اليوزر واربطها باليوزر اللي موجود في الاثنتيكيشن هنا. هاخد من هنا اليو يو اي دي كوبي، واروح هنا الفايل ستور داتابيس. هكريت نيو داتابيس زي ما احنا نيكست، وده هيبقى تيست مود. اوكي. وهاجي هنا
الداتابيس اللي هي الفاير ستور داتابيس هي زي المونجو دي بي، هي نو سيكوال داتابيس عباره عن اوبجكتس جيسون اوبجكت. فانا الكوليكشن هيبقى اسمه يوزرز، ده اللي هو التيبل بتاعي، وهيطلب مني اكريت اول دوكيومنت او اول ريكورد، هحط انا الاي دي بتاعه اللي خدته منين من الاثنتيكيشن. فهيبقى كل يوزر موجود في الاثنتيكيشن ليه يو اي دي هيتربط بالداتابيس جوه اليوزر تيبل بالريكورد بتاعه، الاسم بتاعه والرول بتاعته. تمام. اليوزر ده احنا قلنا هيكون ادمن صح، فهيبقى اول الفيلد ده هيبقى نيم، التايب بتاعه سترينج واسمه خالد. الفيلد التاني هيبقى رول مثلا والتايب بتاعه سترينج، وهيبقى هنا ده ايه؟ ادمن. جميل. هسيف ده فبقى عندي ريكورد 1 يوزر كاثنتيكيتد، وفي الريكورد بتاع الداتابيس مربوط بيه الاتريبيوتس بتاعته. حلو. هنيجي هنا للبروجكت سيتنج، وانا هنا عملت ايه؟ سامبل ديزاين بسيط، صفحه لوجن بيج هنا عشان بس اجرب برضو هل الاي اي هيبقى ذكي ويقدر يشوف اللي اوت من صوره، بدل ما ابعتها له، بدل ما اوصف الكلام ده كله انا هبعت له الديزاين ياخده زي ما هو يعمله، هل هيقدر يعمل الكلام ده من صوره ولا لا؟ فهنا بدي لوجن بيج فيها ايميل وباسورد، ويقدر من هنا يساين اب. دوس كليك هتوديه لساين اب بيج، المفروض ان هي نفس الصوره دي نفس الديزاين ده، اللهم الا هيبقى فيها النيم بس مع الايميل والباسورد. عملت لها عملت لها اكسبورت هنا وهبعتها للجيميناي، ومكريت انا طبعا هنا مكريت هنا برومبت عشان ابعته على طول للجيميناي برضه، عشان ايه ما نحرقش وقت الفيديو على الفاضي، خلي الفيديو للحاجات المهمه. فانا هاخد ده كده كوبي، السنابت دي كلها كوبي هحطها هنا. تمام. هاجي هنا انا بقول له ايه؟ اعمل لي داشبورد للكارنت نيكست جي اس ابلكيشن. الهوم بيج هتعمل ريدايركت للوجن بيج، واول ما اليوزر يجي يعمل لوجن المفروض تعمل له ريدايركت على ايه؟ على صفحه الداشبورد دي كده اول حاجه. الحاجه الثانيه في الاثنتيكيشن انت هتستعمل الفاير بيس اثنتيكيشن، هيبقى الابلكيشن اسمه داشبورد اب. تمام. ممكن احطها له كده داشبورد اب using الايميل اند باسورد بروفايدر. جميل. for sign up store اليوزرز on cloud firebase users database users، ممكن collection كمان users collection، خليها ايه؟ collection. اكلمه باللغه بتاعته اللي هو فاهم. الساين اب sign up form contains user name ايميل ادرس باسورد، واول ما اليوزر يعمل ساين اب ادهم هتضيفه في الفاير بيس اوثنتيكيشن وتربطه عند لينك هيز نيم، هتربط اسمه والرول از يوزر. الرول هيبقى كده يوزر اون فاير ستور. اوكي. يوزنج ايه؟ الاوثنتيكيشن يو اي دي اللي احنا خدناه ربطنا بيه الدنيا من شويه. وانس ان اليوزر هنيجي هنا هنقول له يوز بيلو اب credentials عشان يقدر يربط الفاير بيس. هنيجي هنا في السيتنج بروجكت سيتنج، هقول له هنا الاب اي دي ده البروجكت اي دي، project ID use below Firebase project credential. تمام عشان يقدر يربط الدنيا مع بعض. والبروجكت اي بي اي كي اللي هو ده copy project اي بي اي كي. جميل. يستخدم ايه دول؟ وبعد كده اول ما اليوزر يجي يعمل ايه؟ اول ما اليوزر يجي يعمل ساين ان هتعمل له ريدايركت لصفحه الداشبورد، وهتديسبلاي الانفورميشن بتاعته النيم والايميل والرول طبعا. اوكي. والكرييتد اد واللاست لوجن والافاتار. جميل. والايه؟ الافاتار. تقدر تستعمل سامبل افاتار ايمج من اللينك ده، واللينك ده عباره عن ايه؟ ده لينك كده بابليك زي اي بي اي خاصه بالافاتار، كل ما تيجي تعمل ريفرش يجيب لك صوره مختلفه في كدامي ايه افاتار، لان احنا ما عملناش انتجريشن مع الاستورج بتاعت الفاير بيس. فور لوجن اند ساين اب لاي اوت يوز اتاتشد يو اي، وهعمل له هنا ايه؟ ابلود للايمج دي اللي هي ايه؟ اللوجن. انا كده شرحت كل اللي انا عايزه، وحطيت له صوره وبعت له الانفورميشن اللي هيربط بيها الابلكيشن. تمام. وبعدين هنا الويب قايم والدنيا ايه تمام. خلينا نجرب الجيميناي 2.5 الجديد مع الفاير بيس ستوديو هيعمل ايه. بسم الله ويلا بينا. روح. بدأ هنا اوكي بدأ يقرا الحاجات دي وفهمها وحطها كذا ستيبس. عايز يعمل انستول الفاير بيس، يلا بينا.
وانا ملاحظ ان البروتوتايبر كان اسرع من ده، معرفش ليه، او ممكن عشان حاطط له مثلا بالك، حاطط له ريكويرمنت كتيره، فهو تقل شويه، مش عارف. هنا you reached your current quota please check your plan and billing. شكرا كده، وقف معايا. طيب خلونا نجرب مود تاني كاكسبيرمنتال مثلا. نفس القصه، فلاش. يلا بينا. بس هو كده انا ككوتا، يعني انت عاطيني فيتشر وتقول ان هي فور فري، بس انت رابطني ان انا عامل مثلا تو ستيبس، وبعد كده تيجي تقول لي تعالى ادفع فلوس مثلا تابجريد. هو ده اوكي، انت ذكي وكل حاجه وعطيت لي تولز كويسه واونلاين اديتور والدنيا حلوه، بس انت قافل لي الليميت خالص. فانا حتى الابلكيشن، لو انا بفكر اعمل ابلكيشن عن طريقك، انا مش هقدر اكمل. خلينا نكمل كده نشوف بس هيوصلنا لفين، هو هيعمل ايه. تمام، هو كده خلص كله. I have now implemented the function here is the summary كذا redirect كذا. ربطت ولا ما ربطتش انت؟ فانا فين الفاير بيس؟ مش لاقي هنا اي ربط مع فاير بيس، مش لاقي هنا اي حاجه. طيب اوكي، خلينا بقى ايه الويب كده، نقول له هنا ايه ريلود هارد ريستارت. ضرب معايا طبعا كانت find module ده. طيب ناخدها نديها له. mkdir contexts. هو ده جوه ايه؟ اه جوه الفولدر، بس انا عندي هنا ادي context اهو. بعدين هنموف ده لجوه، ده هو اصلا موجود جوه. يس فيلد. خلينا ابديت، خلينا نشوف، خلينا مع النهايه. اوكي ابديت فايل اللوجن. ابديت. كده خلص كله، خلينا نشوف ده هنا ايه اللي حصل. فور ريلود، نفس القصه برضه. كونتكست كانت ريزولف، ده ايه في الاب صح؟ خلينا نشوف الاب. طيب هنا هو ده مش لاقي لي ليه؟ هو المفروض يطلع بره، هيطلع بره يعني كده مثلا. هو هنا في الاب صح، هطلع بره البيجز. كده تمام، كده المفروض يشتغل. يلا بينا كده نعمل ايه؟ فور ريلود. حلو، جميل جميل جميل، نايس 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 قوي. خلينا نروح ساين اب. طيب حلو قوي. يوزر نيم هقول هنا مثلا ايه؟ اي حاجه. خالد، خلينا نجرب. وهنا طبعا الخط مش مظبوط، بس مش مشكله. خالد at dashboard.ai، والباسورد هي. روح اعمل ساين اب. ايه اللي حصل؟ ضرب هنا معايا في المومنت كانت ريزولف مومنت. اوكي طيب، خلونا احنا انستول المومنت. انا مش عايز برضو اكسيد الكوتا. خليني افتح بس كده انا التيرمينال واعملها انا بايدي. npm
اي مومنت. مومنت مش هقدر ولا كوبي ولا بيست صح؟ مومنت يلا بينا. ماشي تمام. خلينا نجرب مرة تانية. هعمل كده مثلا وهقول له فور ريلود. ماشي. نايس. يا عيني عليك. كده اشتغل كويس جدا. خلونا بقى نشوف جوه اليوزر موجود ولا لا. جيت اوثنتيكيتد هنا. يس في خالد هنا. وهنا حط لي الكرييتد ات وده اليو يو اي دي. تعالوا نشوف في الفاير ستور داتابيس اللي حصل اتضاف ده ولا لا. الداتا دي جايه منين؟ هنيجي هنا. اوكي. لقيته ضاف هنا خالد يوزر. وادي الايميل بتاعه وربط اليو اي دي اخره كام؟ جي زي 1 صح كده. لو دخلنا هنا في الاوثنتيكيشن اخره جي زي 1. هو خلينا ناخد ده اللي هو ايه خالد صح. خالد يو اي كده كوبي كده. يا عيني تمام. طيب لو جيت عملت ريفرش هنا. خليني اخد ده بابليك كده. يعني ميك بابليك مثلا. شكله ظريف جدا. اوكي وهناخد اوكي هو غلس علينا شويه في موضوع الليميت وما ليميت بس بصراحه يعني الحق يقال. اوكي لوجن. خلينا احط اي يوزر او خلونا نغلس عليه كمان ونخليه يعدلها. يعني هنا بليز ابديت. اوكي لوجن اند ساين اب فور inputs color to be black. يلا بينا. حلو جدا. ربط. هو ربط بس فين الرابطه يعني هنا؟ فين رابطه فين رابطه الفاير بيس؟ انا بعت له الكريدنشال صح. فين الرابطه بتاعتها؟ يعني هنا الساين اب مثلا او هيربطها زي داشبورد. فاير بيس هنا اهي. حاططها هنا. يس حطها هنا. اه حطها هنا. حلو قوي. ماشي ابديت فايل. tool is no longer active. ماشي. طبعا الاستابيليتي دي يعني التول لسه طالعه جديد فبصراحه ما هم مشكورين على الشغل اللي طالع يعني. عاملين شغل كويس جدا. يعني اعمل ريفرش هنا مثلا خليها اشوف ده اشتغل ولا لا. كده يس بقى اسود هنا. اعمل اي حاجه مثلا ميل او يوزر ات ميل دوت كوم في فاليديشن ولا لا. كده فيلت لوجن. حلو قوي. وطبعا ضرب هنا انفاليد كريدنشال اوث مش مشكله. طيب خلينا اخش بالادمن. الادمن كان اسمه ايه؟ اللي هو ادمن صح كده. ده اطلع بده كده اخد ده كده واجي هنا ادي الادمن وادي الادمن لوجن. يا عيني. ادي الادمن اهو. ادي الرول بتاعته ادمن. طبعا ما حطش الكرييتد ات والكلام ده بس مش مشكله. بس سو فار الدنيا ظريفه جدا. يبقى فيها اوثنتيكيشن اهو. والافاتار برضو مش جايبها. خلينا نشوف سببها ايه. ده هنا الايمج مش حاطط السورس. مش حاطط السورس. ماشي. خلينا نعدل عليه برضو. ناخد بقى هنا please update dash please update user avatar image source to كذا. خلينا ناخد اللينك ده عشان ايه يحط لنا بس ايه الحاجات اللي كده. use دي هنا also display created at and last login on user information. خلينا نشوف هيعملها ولا لا. انا عايزه هنا يستعمل الافاتار الايكون السورس يحطه وهنا يحط لي مع الايميل ومع الرول يحط لي الكلام ده. there were no changes needed. خلص يعني هنا ولا ايه؟ خلينا نشوف كده مثلا ريفرش. ما ضافش حاجه. ما عملش حاجه بس يعني هو كبر دماغه. ممكن لو غيرنا مثلا الجيميناي 2.5 يظبط ممكن. خلينا نجرب اليوزر ده او اجرب اسجل يوزر تاني. ساين اب هنا. اوكي هسمي مثلا ده اي حاجه. يوزر نيم احمد. اوكي والميل احمد @dashboard.ai ونفس الباسورد كده. ساين اب. عمل ساين اب هنا. اوكي نايس. جابها في اليوزرز الجداد. ضافها في اليوزرز الجداد. نايس جدا. كرييتد لاست لوجن. حلو قوي. وادي الرول وادي الصوره. حلو قوي. طيب احمد اكيد اتضاف هنا. لو انا جيت هنا وعملت ريفريش في اليوزرز ادي ايه؟ ادي احمد اتضاف. جميل. وفي الفايل ستور في الداتابيس هتلاقي اليوزر بتاعه برضه هيتضاف. ادي ايه؟ ادي احمد
فين احمد؟ ده خالد، ده يوزرز، خلينا كده، ده ايه خالد، وده هنا ايه، ادي احمد. طب خلينا اغير النيم ده واشوف هو اصلا بيقرا من داتا بيس ولا لا. آه خالد خليل، اوكي، خليل. احمد بقى اسمه خالد خليل. جميل. والرول بتاعته مش يوزر، الرول بتاعته مثلا اي حاجه، اي حاجه، تيست. حلو. طيب خلينا بقى نيجي هنا، ده اسمه ايه، احمد. اقول له لوج اوت، وهاجي هنا لوجن مره تانية، خالد خليل، وادي الصوره. تمام. وادي الرول بتاعته تيست. نايس جدا. حلو حلو جميل. طيب كده احنا قدرنا نكومباين، نجمع ما بين الفاير بيس ستوديو مع الفاير بيس كونسول. عملنا اوثنتيكيشن، ربطنا اليوزر بالداتابيس، كده الليله كلها بقت ايه، مظبوطه. حاجه اخيره، انا الكود ده كله موجود على الفاير ستوديو، اسحبه ازاي؟ يعني انا ماشي اوكي، ما انت عملت، هتفضل مخلي الدنيا دي كلها عندك. انا عايز البروجكت ده يكون عندي. جميل. هاجي هنا مثلا في الجيت هاب، اكريت ريبو، اسمي مثلا الريبو دي داشبورد، ولنفرض اخليها برايفت، مش هتفرق كتير، ادي برايفت. جميل. وهاجي هنا اقول له كريت، وهاجي هنا على الفاير بيس ستوديو في الكونسول، هقول له جيت النت. جميل. قال لي هنا ايه، انا عايز احط النيم بتاعي، جيت كونفيج جلوبال النت مش عارف ايه، ديفولت برانش يوزنج ماستر. اوكي ماشي، خليني جيت برانش ام مين. حلو. واقول له هنا جيت برانش، اتاكد بس ما عنديش. اوكي جيت برانش ام مين، جيت برانش، مفيش. خلينا بس نمشي مع جيت هاب ونشوف هيقول لنا ايه. انا بقى عندي ريبو هنا اسمها داشبورد. هاجي هنا، انا ده عندي اكزيستنج بروجكت، فاقول له جيت برانش داش ام مين. اوكي، ما هو ده اللي احنا عملناه، جيت برانش داش ام مين. وهنا بيقول لي ايه، جيت جلوبال كونفيج برانش. خلينا اعمل ده، امشي بده احسن. جيب الكونفيج، جيت كونفيج جلوبال النت ديفولت برانش، خليه مين، جيت برانش. وبعدين names commonly used to master كذا كذا كذا. حلو. نكمل اللي بعديه، get branch dash m main، get branch هنا مفيش. طب get status هنا اوكي، get add all، get status، get branch، get check out dash b main. خلينا نشوف هو كاريت switching to main كده. get branch بقى عندي main branch، اوكي مفيش. switching to branch name ماشي، مش هتفرق كتير. هنيجي بقى هنا واقول له هنا ايه، get branch كذا، get push origin main. انا عايز اكوميت، get add، احنا قلنا all get commit m، اوكي init dashboard. اوكي كده حلوين. هقول له هنا get push origin، هي you get push you origin main. هنا قال لك ايه، origin get push all، get remote app. احنا ما حطيناش ده اللي هو الاوريجين يو ار ال. get remote add، get remote add origin يو ار ال، get remote add origin، get remote add origin، واحط بقى ده https github.com اليوزر، ودي اسمها ايه، داشبورد، داشبورد، داشبورد دوت جيت. جميل. get push all، خلينا نشوف، يلا بينا allow. هيعمل ايه، copy and continue to github، ده الكود. هو هيطلب مني كود شكله copy and continue to github. هروح لجيت هاب ياوثنتيكيت الكلام ده، يلا continue. جميل. وهحط الكود اللي هو عملته كوبي، الكود كان فين. خلينا ناخد هو الكود معمول له كوبي، فهنا بيست، هيبقى 2 7 اوكي دي اي 3 اي بي بي. جميل. كونتينيو. ماشي، ده ريكوست اوكي. يلا بينا اوثرايز يوز موبايل. انا طبعا عندي تو فاكتور اوثنتيكيشن، فخلينا افتح الموبايل بس عشان ايه اوثنتيكيت الكلام ده. اوكي ماشي 8 7 ابروف. تمام all set. خلينا نشوف بقى هنا ايه اللي حصل. جميل. بوش، لو جيت هنا على الريبو بتاعتي وعملت كده ريفرش، داشبورد مش موجود. اوبس ايه، 500 على الجيت هاب. اوكي اشتغل تمام، اشتغل حلو. فبالتالي بقى الكود موجود على الفاير بيس ستوديو هنا، وموجود هنا عندي.
خليني اجرب اعمل له كلون واقومه لوكال اشوف هيشتغل ولا لا. هاجي هنا مثلا اقول له كوبي، وهاجي هنا افتح التيرمينال هقول له سي دي ديسكتوب، اوكي جيت كلون ده سميه داشبورد. تمام، حلو قوي. سي دي داشبورد ام بي ام انستول. تمام، وبعدين احاول اقوم الدنيا دي كلها. خلينا نشوف بس الفايل وضعه ايه. بس يخلص انستول. هنا بقى عندي ايه؟ الكود بتاعي كله مرفوع على الفاير بيس، مربوط الفاير بيس ستوديو طبعا الكود مربوط بالفاير بيس كونسول بالاثنتيكيشن والفاير بيس داتابيس، الفاير ستور داتابيس. وفي نسخه منها عملتها ايه؟ لوكال. فلو جيت قلت له هنا ال ده كده موجود كل حاجه. ام بي ام ران ديف، خلينا نشوف ده هيشتغل ولا لا، نجرب مش هيخسر حاجه. ماشي، خلينا نقوم ده كده. اوكي، وده ايه؟ ده النسخه اللي فوق اللي هي الهوستد. حلو، ونيجي هنا نايس، هي خليني بقى اجرب اخش باليوزر ده. لا، خليني اجرب اخش بالادمن. هنيجي هنا بالادمن اللي هو ادمن، كان اسمه ادمن صح؟ هو ضاف هنا ولا ضاف برضه عمل دوبليكيت للداتا، بس مش قصه. ممكن طبعا نعدل ما يضيفش الداتا ديت هناك لان هي اصلا موجوده في الاوثرايزيشن هناك. خليني اخد الادمن ات اي اي ده واجرب انا لوكال كده. اوكي كده، اقول له هنا ادمن ده واقول له ده كده. تمام كده. ايه اللي حصل؟ يس دخل اهو. تمام حلو. طيب هلوج اوت من هنا، وخلينا ساين اب من هنا. أو من لوكال، انا هنا من لوكال. تمام، او خلينا اعمل حاجه حلوه. الساين اب دي في اللوكال خلينا نغيرها. هاجي هنا مثلا هقفل ده. اوكي، اللي انا عندي في البيجز صح؟ في اي بيجز ساين اب صح كده؟ لا مش موجوده دي، والله موجوده فين؟ موجوده اهي. يس، انا هنا فين؟ ساين اب ساين اب ساين اب ساين اب. عندي هنا ده يوزر نيم صح؟ ففي كلمه ساين اب يس اهي كده. هاجي هنا اقول له دي ساين اب ساين اب داشبورد ساين اب داشبورد ساين اب. تمام كده. ام بي ام ران ديف. جميل، انا هنا عدلت ايه؟ لوكال. حلو. هاجي هنا ريفرش، هيبقى دي ايه؟ داشبورد ساين اب. وهجرب اسجل هنا لوكال ات لوكال دوت اي اي. وده الايميل، ده الباسورد، وهنا هحط ايه؟ لوكال. تمام، ساين اب من هنا. وهناخد نفس اليوزر ده نحاول نلوجن بيه فوق. ادي اليوزر، ادي اللوكال. تمام، وادي البيانات بتاعته كلها. هنيجي هنا بقى من فوق البرودكشن ده المفروض هقول له اعمل لوجن بده. اوكي حلو قوي. طيب هاجي هنا الكود ده مش موجود، يعني انا هنا اصلا لوكال. لو جيت عملت كده لوج اوت على البرودكشن اللي فوق، فالساين اب دي ما فيهاش نفس التشنجز اللي عندي. تمام، فانا ممكن اشتغل لوكال. هاجي هنا طبعا ده جيت عادي جدا. هاجي هنا اقول له ايه؟ جيت اد اول جيت كوميت ام. تمام، اد او ابديت ساين اب فور تايتل جيت بوش. هنا في جمله. اوكي كده. اوكي، ايه اللي حصل؟ اما خلينا نشوف هيبوش ولا لا. تمام، وهاجي هنا على الفاير بيس. هاجي هنا اقول له ايه؟ جيت بول. تمام، جيت بول ريموت. احنا عايزين نعمل اب ستريم. خلينا نحط اب ستريم الاول. جيت برانش set upstream to origin main. في حاجة ضربة upstream. البراش مش branch. اوكي جيت بول origin main. حلو قوي، سحب. وفي تعديل هنا على الساين اب اهي. هنلاقي هنا موجودة ساين اب داشبورد. هتلاقي داشبورد ساين اب. اوكي، اللي هي في الاتش 2. ادي داشبورد ساين اب. وهنا برضو ريفلكتد اوتوماتيك بقت داشبورد ساين اب. فبالتالي انا بالكود عندي على الفاير بيس ستور فوق مربوط. اقدر اسحب منه نسخه لوكال، اعدل لوكال، ابوش. اقدر اشتغل لو عايز اروح في مكان تاني مثلا مش معيش نفس اللابتوب، اقدر اكسس الفاير بيس ستوديو، اعدل اونلاين، اكوميت التشنجز ديت. لما ارجع البيت اروح المكتب او اعتبر المكان اللي انا هروحه، اقدر ان انا اسحب التعديلات دي. وبكده يبقى وصلنا لنهايه الفيديو، ونشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.